يا مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب ويجعله احلى رمضان في الدنيا. كل واحد فينا محتاج شويه سكيلز ومهارات بسيطه جدا علشان فعلا ينمي من علاقته بنفسه وعلاقته بالناس وطريقه تواصله، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. فرق كبير جدا بين الرحمه وبين الشفقه. الشفقه ان يبقى حد صعبان عليا، بس الرحمه هي ان انا اقدر ظروف ومواقف البني ادم اللي قدامي. مره شركه موظف كده كان قاعد لقى مدير داخل عليه بيقول له: يا محمد، هنقول عليه ان هو اسمه محمد، بيقول له: يا محمد، ادائك الكوارتر ده كان ضعيف، وانا مش متعود عليك كده، انت كويس. شفتوا الطريقه اللي دخل بيها؟ محمد بقى له 10 سنين موجود في الشركه لغايه دلوقتي وما مشيش، بس عشان المدير بتاعه وراله رحمه. الرحمه اللي مشتقه من اسم الله الرحمن والرحيم، بكل بساطه هي افضل وسيله ان احنا نربط ونقوي علاقاتنا بالناس اللي قدامنا. تعرفوا تمارسوا الرحمه ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتس تحت.